ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. شايفين غدانا النهارده؟ حاجه كده في القلب. تعالوا نشوف جبنا ايه. جبنا بصل اخضر، ومعانا هنا فسيخ، حاجه كده جميله، ومعانا رنجه. تعالوا نشوف هنعملهم ازاي. جبنا صينيه على النار، سخناها، وهنحط فيها الرنجه بالشكل ده كده. ما بنحبش ناكلها او هي بارده، احنا بنحب نشوحها كده، نسويها الاول. لبسنا بقى الجوانتيات عشان الزفارة والرنجة والفسيخ. هنخليها كده ونقلبها لغاية ما تفتح وتستوي بالشكل ده كده. كده طعمها بيبقى أحلى بكتير. طعم التدخينة بتاعتها كده بيبقى باين. سواها خالص وارجع افصصها معاكم. كده خلاص، كده هي استوت. شايفة فتحت من كل جنب. بالشكل ده كده اهو. شايفين شكلها يفتح النفس ازاي. ننضفها بقى. جبنا كده مشمع وفردناه على الرخامة عشان الزفارة ومكان التنظيف وكده، تبقى رخامتنا مش ريحتها وحشة ولا حاجة. ابتدي، شايفين ان قلبها ابيض ازاي. ابتدي افصصها بقى. اشيل الشوك واشيل كل حاجة كده. شايفين لحمها ابيض وجميل ازاي. كده الرنجة معانا سليمة وكويسة. فصصها كده بالشكل ده كده كله. عملت رنجيتين كده على قد انا وماما عشان الولاد ما بيحبوهاش. طلع الشوكة لوحدها كده على جنب. وادي ده البطروخ، هحطه بردك في طبق لوحده. ابتدي كده اظبطها واروق عليها كده. طلع البطاريخ لوحدها وقطع الرنجة كده لوحدها. اشيل كده القلب بتاع الاسود ده وانضفها خالص. شايفين قطعة الرنجة عاملة ازاي؟ شايفين لحمها ابيض ازاي؟ حاجة كده عظمة. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد طول ما احنا واقفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طول ما انت واقفة بتعملي أي حاجة اذكري ربنا وصلي على سيدنا محمد. ده كده البطروخ اهو بركنه لوحده. شايفين الرنجاية عاملة ازاي؟ ما شاء الله شكلها عامل ازاي. بالشكل ده كده. بس الجلدة بتتعن بسهولة واللحم بيطلع بكل سهولة بتعينيه. هنا بقى كده الفسيخية دي نص كيلو. نشيل كده الشوك منها وننضفها. الفسيخ ده عمايل عمته، هي اللي عاملاه في البيت. شايفين شكلها عامل ازاي. نشيل بس الشوك كده منها، القشر اللي بره ده والشوك اللي زيادة ده نقصه بالمقص كده ونظبطها عشان نفتحها. متنسوش تعملوا لنا لايك وتكتبوا لنا تعليق حلو زيكم. اللي مشتركش في القناة يخش ويشترك.
هقص كده كل الشوك منها، الديل وشوك الزعانف دي، وهشيل الراس وابتدي ايه افتحها بقى. عمته كان مخللاه حاجة كده عظمة، ولا احلى فسخاني، حاجة مضمونة في البيت ومعروفة وحاجة نظيفة. طلع كده القلب الاسود منها خالص عشان اطلع بقى اللحم بتاعها. اوريها لكم هي ازاي قد ايه مستوية وازاي قلبها احمر. هي بتخلله وبتبيعه، اللي حابب يكتب لي وانا اقول لها. هشيل الراس بتاعتها كده كده، شلنا قلبها وشلنا الزعانف والحاجات اللي فيها الزيادة. هوريكم بقى دلوقتي شكلها لما افتح القلب. شايفين شكل اللهم بارك عامل ازاي؟ شايفين لونه؟ بصوا اللحم دايب ازاي، كان حاجة كده تحفة. تسلم ايدك يا عمته. هشيل بقى الشوكة منها. بصوا بتتعمل بسهولة ازاي، هو دايب اصلا. شايفين اللحم اللي في الشوكة بيطلع ازاي؟ كان طعمه وهم، ما شاء الله. نبتدي بقى نقطعها القطع. ما شاء الله، شايف لونها بامبا ازاي، ولا مسودة ولا غامقة ولا اي حاجة، حاجة نظيفة في البيت ومضمونة. نقطعها بقى القطع كده على قد الاكل. كده نلم بقى، خلصنا كده الحاجات اللي على المشمع نلمه كده بحاله. قبل ما نبتدي اكل كده نلم مطبخنا وننضفه عشان نقعد ناكل على نظافة، يبقى ريحة المطبخ كده حلوة، مخشش الاقيه كده مقلوب وريحته وحشة. لا، احب بعدها كده انضف وايه ونقعد بقى ناكل على نظافة. لميت المشمع بكل حاجة فيه اهو، ولا كأن الرخامة عليها حاجة، واروح رمياه. واجيب حتة بقى كده كلوريكس الوان كده، على بتاع، على معطر، وامسح بالرخامة. اشيل المفارش وامسح بالرخامة عشان ما يبقاش بردك عليها اي ريحة ولا اي حاجة. صبنت الحوض بتاعي ورشيت له ديتول وصبنته حلو خالص عشان الريحة، صابون وديتول. نقعد ناكل كده بقى على رواقة ونظافة. شايفين شكل الفسيخ والرنجة والبطاريخ. كده ظبطنا كل حاجة وقلعت الجوانتيات رميتها وكله تمام. كده البصل بقى هننضفه. اشيل كده الشواشي اللي تحت دي، واشيل الراس بتاعته كده انضفها. اشيل اي قشر زيادة من فوق كده. هقطع رجليه من تحت وراسه كده من فوق. الاكلة دي في القلب، مين ما بيحبهاش؟ الاكلة دي عيش. البصل كده نضفناه. هنعمل جنبها بقى، نقطع طماطم ونحط لها كمون وكزبرة وملح، ونقطع خيار وفلفل، ونحمر جنبها بطاطس. شايفين رزعة العيش دي، بعون الله قمنا بيها كلها. وليمون اهو عشان اللي حابب يعصر على الفسيخ وعلى الرنجة. شايفين شكل الفسيخ عامل ازاي؟
نحط ليمون بقى. اعصر اعصر على الفسيخ برضه. ما شاء الله كلنا. لما انتي طول ما انتي قاعده بتاكلي اصلا مش حاسه ان انتي بتشبعي، الاكل بيشدك وقاعده تاكلي. شايفين الفسيخ دايب ازاي؟ كان طعمه فظيع بجد. بعديها بقى كده حبسنا بدور شاي. مينفعش الاكله دي من غير دور الشاي ده. دور شاي بنعناع ده اساسي. يا سلام يا سلام. نحط له بقى النعناع كده. نعناع اخضر فريش اهو جبناه بردك علشان نشرب بالشاي بعد الاكل. احلى شاي ده ولا ايه؟ بعدها بقى كده عملنا كده بطاطا وتعشينا بيها عشان احنا اتغدينا ما قدرناش بقى نتعشى تاني. عملنا بطاطا